بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الفصل السادس، الدرس 31، أنواع الاتصال بقواعد البيانات. إيه هي أنواع الاتصال بقواعد البيانات؟ عندنا حاجة اسمها اتصال مباشر واتصال غير مباشر. طب إيه هو الاتصال المباشر؟ دلوقتي أنا بشتغل على قاعدة بيانات. الاتصال المباشر هو إن أنا أشتغل على قاعدة بيانات وهي مفتوحة معايا. يعني إيه وهي مفتوحة معايا؟ يعني أنا دلوقتي عندي سيرفر ببتدي اتصل بيه وادخل المعلومات مباشرة في السيرفر. طب يعني ايه اتصال غير مباشر؟ يعني ان انا عندي قاعدة بيانات، باخد من الداتابيز او قاعدة البيانات دي نسخة عندي وابتدي اعدل فيها عندي، وبعدين اعمل عليها حاجة اسمها حفظ للبيانات، تروح مرجعة النسخة دي للسيرفر بتاعي. هو ده الفرق بين الاتصال المباشر والاتصال غير المباشر. طيب هناخد فكرة سريعة عن الفصل السادس وبعد كده ناخد واحدة واحدة. احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه اتصال مباشر ويعني ايه غير مباشر. هنتكلم عن الاتصال المباشر ان شاء الله، هنربط الفيجوال بيزك بالاكسل، وده درس بتاعنا النهارده. عندنا بقى الاتصال الغير مباشر بينقسم الى جزئين، حاجه اسمها اتصال عن طريق المعالج وهنشوفها مع بعض، وحاجه اسمها الاتصال الغير مباشر عن طريق الكود. ماشي، هنبدا النهارده درسنا مع بعض. نقول بسم الله. ويا رب اقدر اوضح المعلومات للناس، عشان موضوع قواعد البيانات ده مهم جدا للناس. ونقول بسم الله ونبدأ مع بعض. طيب هنبدأ مع بعض على طول، نفتح مشروع جديد اهو، نقول له مشروع جديد. هناخد دلوقتي ازاي نتصل بداتابيز اكسل. ده مثال للاتصال المباشر. هنقول له نيو بروجكت ونقول له اكسل كونكشن. اكسل كونكشن. نقول له ماشي. طيب دلوقتي هل الاتصال المباشر ده بيتوقف على الاكسل بس؟ لا طبعا، بيتوقف على كمان السيرفرات الكبيرة، ولكن مثلا بتنفذ في شركات الطيران، لان شركات الطيران بيبقى الحجز اونلاين، يعني الحجز مباشر على طول. ما ينفعش يحجز وبعدين يرمي قاعدة البيانات بعد ما يخلص، لازم يبقى الحجز اونلاين والاتصال يبقى مباشر مع قاعدة البيانات. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. الاول احنا فتحنا ملف اهو زي ما احنا شايفين وسميناه اكسل كونكشن. هناخد بقى نعمل ملف اكسل عندنا، نشوف هنعمل ايه. نفتح كده. هنيجي مثلا في الدي ونعمل ملف اكسل اهو، ونسميه اي حاجه. هنسميه مثلا تيست تيست كونكشن. ماشي. وهنفتح كده ملف اكسل عادي خالص، ونيجي نكبر ونقول مثلا هنيجي نكتب في الخليه دي، هنكتب مثلا 200، وفي الخليه دي هنكتب 400. خلاص كده. طبعا الخليه بتتقري في ملف الاكسل بالسطرين دول، بالعمود ده اللي هو الاي واحد، يعني الخليه دي اسمها ايه واحد. ماشي كده. طيب تعالوا نقفل بقى ونشوف، نسيف كده ونقفل ونشوف هنعمل ايه مع بعض في الايه، في الملف بتاعنا بتاع الفيجوال ستوديو. طيب عندنا ملف فاضي خالص، انا فاتحه مع بعض من الاول عشان الناس تتعلم من الاول خالص. نحط زرار بوتون اهو، ونحط 2 تكست بوكس. احنا دلوقتي اللي احنا هنعمله في اول مرحله ان احنا هنطلع البيانات اللي احنا مدخلينها، هنحطها في ايه، في التكست بوكس ده بتاعنا. ماشي. هنعمل 2 اهو، تكست بوكس 1 تكست بوكس 2، ونخش على الزرار نشوف هنعمل ايه مع بعض. نسميه بس كده كونكشن او كونكت. نسميه كونكت. ماشي. ندوس عليه دبل كليك، هيتفتح معانا صفحة الكود. طيب الأول لازم نعرف مكتبة خاصة بموضوع الإكسل بتاعنا. طيب هنفتح بروجكت كده ونقول اد ريفرنس. ماشي. ونقف كده على دوت نت ونقول ام اللي هي مايكروسوفت، وننزل تحت لغاية لما نخش على الأوفيس. أيوه، بصوا بقى ده، أيوه هنلاقي هو مايكروسوفت اكس دوت اكسل. ماشي. هندوس عليها وبعدين نيجي نعرف المكتبة بتاعتنا import دوت مايكروسوفت
ايوه دوت اوفيس، ايوه دوت، ايوه انتر، ايوه كده تمام. تمام كده. طيب تعالوا نشوف بقى نكتب في الزرار ده ايه. دلوقتي احنا قلنا اتصال مباشر، ماشي. يبقى هنعرف حاجه اسمها ديم ماي اكسل. ماي اكسل اهي، سيل از نيو اكسل، ايوه دوت، دوت ايه، دوت ابلكيشن، ماشي كده. يبقى عرفنا حاجه اسمها ماي اكسل نيو اكسل ابلكيشن. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقول له ماي اكسل اللي احنا عرفناها دي، ايوه دوت وورك، حاجه اسمها ورك بوك دوت، هنقول له اوبن. هنقول له ايه؟ اوبن، ونكتب المكان اللي احنا حاطين الاكسل فيه. تعالوا نشوف الاكسل اللي احنا حاطينه فين. حاطينه في الدي. هناخد كده العنوان الدي، ايوه، وبعدين نحطه هنا كده، ايوه نحطه اهي دي. الاول نعملها كده كوتيشن، وبعدين نكتب اللي هي العنوان بقى بتاع قاعدة البيانات بتاعتنا اللي هي الاكسل نفسها. هناخده كده كوبي اهو كله، هناخد العنوان كله، وبعدين هنفتح اهو ونقفل علامتين التنصيص. كده احنا عملنا اتصال بالعنوان اللي احنا علمنا عليه، اللي احنا قلنا عليه، ماشي كده. كده احنا عملنا اوبن. طيب تعالوا ننقل بقى الداتا بتاعتنا. هنقول له تكست بوكس 1 دوت تكست بتساوي ايه بقى؟ نركز بقى مع بعض. ماي اكسل دوت، دوت ايه، دوت رينج، ايوه، وبعدين نفتح قوس. احنا عندنا A1 صح كده، عندنا A اهي، وبعدين نعمل علامة اند ونكتب ايه 1 ونقفل القوس، ونقفل القوس ونكتب دوت، ايوه فاليو دوت فاليو، ماشي كده. ونفس الكلام هنا 2، ونعمل ان هنا 2، ونعمل تكست بوكس 2 صح كده. طيب تعالوا بقى، اهم حاجه في الموضوع ان احنا هنا عملنا اوبن، لازم نعمل كلوز. لازم نعمل الاكسل ده ايه؟ كلوز. لانه هيروح فعلا يفتحه وياخد منه البيانات، فلازم انا اعمل له ايه؟ كلوز. ماي اكسل، ايوه دوت، دوت اكتف، اكتف ورك، اكتف ورك، ورك بوك، ايوه دوت كلوز. خلاص كده انا اقفل البرنامج، وبعدين اعمل ماي اكسل ناثينج عشان افضي اللي جوه الاكسل. ناثينج، ناثينج معانا. طيب تعالوا نطبق بقى ونشوف كده هيحصل ايه معانا في البرنامج بتاعنا. اهو ندوس F5 ونقول له ايه؟ كونكت. بصوا كتب ايه؟ كتب ال 200 وال 400 بتوعنا، جابهم من ايه؟ من ملف الاكسل. طب تعالوا ان احنا نغيرهم عشان نتاكد، عشان نروح محدش يقول لي ان ايه، ان احنا مخزنين جوه البرنامج. تعالوا نخليها اي حاجه، خليها 500 ونخلي هنا ايه 600. وتعالوا نسيف ونقفل تاني اهو، ونفتح برنامجنا اهو، ونشغل تاني البرنامج ونقول له ايه؟ كونكت. بصوا 500 و600. طيب كده احنا خدنا اول جزئيه. تعالوا نقفل بقى، نخش على الجزئيه التانيه. عايزين بقى نسجل من البرنامج بتاعنا، نسجل داتا جوه الاكسل. دول خلاص خلصناهم، هنعمل 2 تانيين نحط فيهم داتا جوه الاكسل. دي خلاص كونكت وخلصنا القصه دي. تعالوا نعمل زرار تاني ون ايه، نبتدي بقى ايه، نقول له انسرت، انسرت، ماشي. تعالوا نخزن، نخلي دول يدخلوا لنا داتا جوه ملف الاكسل بتاعنا. طيب هنفتح كده الانسرت ونقول له ايه بقى؟ تعالوا نشوف كده هنقول له ايه. خلاص ماي اكسل خلاص قلناها، هناخد الكلام ده كله بتاع الاوبن ده، ديم اكسل والكلام ده اهو، هنحطه تاني، وبعدين نيجي دي بقى نعكسها اهو. هناخد ماي اكسل دوت رينج، هنحط في ايه؟ تعالوا نحطه في البي مثلا بي 4 عشان نشوف الفرق اهو، بي 4. وهنا نحط مثلا في دوت فاليو بيساوي ايه بقى؟ تكست بوكس 3 دوت تكست، ماشي. تعالوا ناخد اللي بعدها اهي،
ونقول له ايه، نقول له دي مثلا 6 اهو، اي حاجه هناخد اي حاجه. طيب في جمله بقى ناقصه اللي هي كلوز برضو معانا، مفيش مشكله. في جمله اللي هي ناقصه بتاعت ايه، بتاعت الحفظ. احنا دلوقتي عايزين نحفظ جوه الاكسل. كويس. طيب هنحفظ ازاي بقى؟ تعالوا جمله السيف اهو. بصوا بقى ماي اكسل، ماي اكسل دوت اكتف ورك شيت، ماشي، اكتف ورك بوك دوت سيف. سهله خالص، جمله ما فيهاش اي مشكله. ماشي كده. تعالوا نجرب، تعالوا نجرب. ماشي، نفتح كده ونكتب هنا مثلا 1000، ونكتب هنا 2000، insert، ونقول له insert. ماشي كده. تعالوا نقفل بقى ونخش على الاكسل نشوف ايه اللي حصل اهو. ما غيرناش التكست بوكس، طلعت 2000 و2000. اكيد ما غيرناش التكست بوكس 3، خليناها ايوه. بصوا هنا نسيت انا اغير دي، خليها 4 عشان كده طلع لي 2000 و2000 بس. سجل. تعالوا بقى نحط اي حاجه تانية. طيب اهو 150 مثلا، وهنا 180 ونقول له انسرت. ماشي كده، خلص اهو. طيب تعالوا نشوف هيحصل ايه. نروح للاكسل ونفتح، هنلاقي 180 و150 محطوطين عندنا. طيب تعالوا هنعمل اخر حاجه بقى في الكونكت اللي هي بتاعتنا دي. هنعمل معادله جوه الاكسل بحيث ان انا زرار هيدخل لي البيانات وزرار هيخرج لي المجموع بتاع البيانات. يعني مثلا هنا اهو الخانه فاضيه، ماشي. هقول مثلا ان الخانه دي زائد الخانه دي، واجي هنا اقول له يساوي الخانه دي بلس، طبعا الناس بتعرف تشتغل اكسل، واقول له اهي. ماشي، يبقى انا هدخل 2 هنا واروح مخرج الاجابه هنا واشوف هيحصل ايه اهو. هنسيف كده، فاضي خالص الاكسل بتاعنا اهو. تعالوا بقى نشوف هنمشيها ازاي. احنا عندنا A1 و A2 اهي. نفتح برنامجنا، الانسيرت بتاعنا هياخده من 3 و4، بس هنا هيبقى A1 A1 و A و A2 صح كده. A1 و A2 اهي، 1 و A2 هاخدها من ايه، من 3 و4 واجمعهم. وهنا الخرج هخرج على واحد بس، هيبقى تكست بوكس 1 في A4. ماشي كده. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنشغل اهو ونقول له ايه، انسرت بدول اهو. هنقول له 100 زائد 300 ونقول له انسرت. كده هو عمل ايه، انسرت. تعالوا نقرا الجواب مع بعض من كونكت. الجواب بتاعنا كام، 400. طيب تعال نقول له 600 و 300 كام، 900. تعالوا نقول له كونكت. انا ما قلتلوش انسرت اصلا. طيب نقول له انسرت الاول، لازم نقول له انسرت الاول عشان يدخل البيانات بتاعتنا، واقول له كونكت يطلع ايه، 900. طيب كده يبقى احنا قدرنا نتصل بالاكسل ونخرج منه بيانات وندخل فيه بيانات زي ما احنا عايزين. يبقى ده الاتصال المباشر. الاتصال المباشر بنديله دايركت باس اهو كونكشن، ويقول له اوبن، ولازم اقول له كلمه كلوز بعد ما اخلص العمليات بتاعتي. اقول له كلمه كلوز، ده اللي هو الاتصال المفتوح او الاتصال المباشر. خلاص كده معايا. طيب وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الاتصال المباشر وربط الفيجوال بيزك بالاكسل. وان شاء الله ميعادنا مع الدرس الجاي عن الاتصال الغير مباشر عن طريق المعالج. هنبتدي ناخد بقى الموضوع ده واحدة واحدة كده عشان الموضوع مهم وبيهم الناس كلها. يا رب الناس تكون استفادت، وشكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.